الكاونتر. وانا بعمل البوزيشن باخد اقلنا الايه بالكاونتر. بالنسبه للكتاب بتاعي ان الباس بيعدي على الايه على هو الامبريس تحت الايه تحت دي. لو طفل عنده الفور باخد فوقيها. يعني لو طفل تاني عنده الكتاب زي كده بخلي نزل الكتاب يعدي على ايه باخد ايه الامبريس على طول مش عليه عشان ما يجيش ايه سنتي ايه زياده. ماشي ده اللي هو الايه اللي هو الابزوربشن. بعد كده بشوف الابزوربشن بتاعتي بسمع الباور خلاص في الايه وليه طبعا عملنا الاول ايه وورد خلاص عملنا ايه وورد. وطبعا بسمع في الفور كوادرنت بقسم الابدومن كده فور كوادرنت بسمع في كل واحد لمده قد ايه لمده 1 مينيت. خلاص لمده ايه 1 مينيت. لو كنت بتلاقي حاسه ان الحاله بتاعت السجن كويسه كده انا بسمع الكور في الهواء في الابر كوادرنت مثلا سواء كان رايت او ليفت وفي اللور خلاص بسيبه. انما لو طفل عندي حاسه ان هو مثلا اخر سيرجري او مثلا في عنده مشكله او حاجه زي كده لازم اسمع لو انا كنت جوه ساوند خلاص ببتدي ان انا اسمعها في الفور كوادرنت لمده ايه كل واحد منهم لمده دقيقه. كل واحد منهم ايه لمده ايه اهو انا اسمعها دي الروايه بتاعتي خلاص لمده ايه دقيقه. واشوف اللي هو ايه الباور بوينت ممكن يبقى عندي كام واحد ممكن ايه اعيد الفيديو بتاعي. خلاص والايه واللي هو الكوادر هنعمل ايه ماشي. ده اللي هو الباور بوينت فيها مشاكل تسمعوا هتلاقي حاجات ثابته زي الخط كده او نبدا ورا بعض زي الخط زي كل شيء ممكن تلاقي ايه حاجه كده كانك عارفين الزغوره تحت الابدن الواحد لما يكون جعان بطنه بتزغور كده يقول لك جعان خلاص ايه الواحد زي حاجه الزغوره كده زي بتاع ده زي كليب كده خلاص اسمها الجزء بتاعه خلاص نعم الجزء بتاعه ماشي. فدي اسمها الباور بتسمع حاجه زي السد كده تسكت شويه المفروض النورمال من 3 ل 5 خلاص نعم النورمال بتبقى من 3 ل 5 اللي هو الباور مصطفى كل مدير الايد بتاع الطفل خلاص مين اللي لازم الخط ها الاطفال الصغيرين المفروض بتاعته عاليه بتلاقيها اللي هو مين باور تلاقي بتاعت البنت بتاعته خلاص يعني ممكن تسال الطفل بعد الرسم تسال النظام ممكن تسال الطفل اللي هو كله فاهماني لانه المفروض بتاعته عاليه ها ايه ما انت تعرفي ان لما اكون ممكن يجي بتاع الطفل خلاص وتيجي من الضغط بتاعتك زي ما قلت لك تبقى ماشيه رتم معين. لو انت لقيتها سريعه عند البيبي يبقى دي دايريه عنده دايريه ممكن الطفل هو عنده اصلا دايريه خلاص او مثلا عنده كونستريشن او بعد العمليه وما اكلش فاهماني اللي عندك اصلا اهم حاجه ان نطمن الجو بتاعك مظبوط دي ماشي عنده دايريه بس تبقى سريعه ماشي. بس الصغيرين الكونستريشن بتاعتهم عاليه تبقى ايه برضه ايه الجو بتاعتهم ايه سريع ماشي. الطفل اللي هو جعان هتلاقي برضه عنده باور بتاعته ايه سريع ماشي. خلاص يا ولاد ده الباور ايه بتاعه. طبعا اصلا هي بعد العمليه عندنا باريتي بيقل فاي مشاكل ما بسمعش بقى او الانسان الاستراكشر ما بيبقاش عندها ايه باور بتاعه. الناس اللي عندهم باور بتاع ده في الانسان الاستراكشر ما بيبقاش عنده ايه باور بتاعه او عنده باريتي او عنده اي او بتاع ده باريتي بيقل فالانسان كده برضه ما بيبقاش عنده ايه باور بتاعه. خلاص ده اللي قوي الطفل بتاعي اتولد يعني طبعا هو متعود اعمل ايه لازم اشتغل بكل كودرنت لمده ايه 1 مينيت كل كودرنت ايه لمده دقيقه عشان اتاكد ان الكودرنت ده فيه ولا لا تاني فيه ولا لا لان ممكن يبقى فيه فرق بس من الايه من السيستم هو اللي حصل له ايه هو حصل له بقى بيشتغل بارد صح خلاص السيستم لازم اكتب الايه في الكود كودرنت ده هو الباور بتاعه ده الفصل المشاكل. نيجي بعد كده التسقط
الفقط انا بطمن عندي لو في ايه لو قلنا النمبر بتاعي يبقى ايه برضه ايه اللي هو ايه لا النمبر بتاعي كان النمبر ايه كان خلاص. لو في بقى ريزونانس جامده قوي يبقى الطفل ده ايه اللي بتاعته زي الاطفال اللي هم وضعوا عندهم السنه اللي قدامنا. نعم حضرتك قلت السيمبانيك ده اللي هو لو عندي طالع ستنشن اسمع سيمبانيك. انما لو في مثلا ريزونانس لان في خلاص يعني ده البعض الى الطبيعي في مثلا فلويد وفي ايه في فلويد وفي طبعا اللي هي البعض بتاعت الفرد والحاجات دي كلها في جزء مسؤول فيه خلاص. بس بقى هو ايه سيمبانيك خلاص. لو بقى ريزونانس معايا قلب ريزونانس يبقى كده ده حالات اللي هي الايه الهايبر سيستم زي الحالات اللي هي الايه الانسانه في التراكت بقى قبل ما تاخد ايه منطقه الكتف ماشي. او في ازاي عندي ايه ده اللي هو الفقر اكيد ضغط من اللي هو الايه والرأس والايه والابر ماشي. بعد كده اخر حاجه عندي اللي هو بسيط. اخر حاجه عندي اللي هو بسيط. في عندنا نوعين اثنين في عندنا سوبرفيشال في عندنا اللي هو الايه سوبرفيشال. انا هعمل الاول اللي هو الديب ولا السوبرفيشال يعني السوبرفيشال الاول عشان يبقى جايدنس ايه لاير عشان يبقى ايه جايدنس لاير. ازاي بعمل السوبرفيشال عن طريق الفرد تحت الهاند بتاعتي وبعمل الاكسسوار ايه مختلف. البريشر بتاعي مختلف عن اللي هو السوبرفيشال ودي ايه البريشر بقى بتاعي قوه البريشر بتاعتي ممكن ايه السوبرفيشال من الفرد الصفري ونص وتجيب من واحد لثلاثة. عندنا اللي هو السوبرفيشال من النص لثلاث ارباع ان النص لثلاث ارباع ان خلاص. الهواء الجديد بيبقى من 1.5 ل5 ان 1.5 ل5 ايه سوبرفيشال ايه من نص لواحد ونص يعني الضغط بتاعت السوبرفيشال بص يا ولاد السوبرفيشال من نص لثلاث ارباع ان خلاص. الهواء الجديد خلاص من 1.5 لايه ل5 ان هاخد السايز بتاع اللي قدامي الكارت ده صغير خلاص. السوبرفيشال بتاعه هعمله 5 ان وهو اصلا كله على بعضه 5 ان ولا مثلا 1.5 ان ماشي. الطفل الكبير اللي هو مثلا فين كده ممكن يصير الادوليشن ممكن انا اقعد معاه ايه 5 ان ماشي. انا معايا ديفرنسيتين ايه ده خلاص ماشي. بس يا ولاد الحكم ديفرنسيتين يعني ممكن بتلاقي ناس تقول وانا قريت من الديفرنسيتين فهي بتتجاوز من ايه من الريفرنس للاخر ده كله نفس المفكره. بس انا يعني انا عن نفسي انا لا مش صعب. بص لا انا عن نفسي انا لما تقولي لي الويد بس ممكن كذا انا تطلع بالصوره فلانه خلاص مش لا ها لا تقصدي فاهميني نعم لا بس الاكيد ده مثلا ايه الويد مثلا يعني انا مش بحسب على الغلط اللي هو الايه الغلط اللي هو اللي بقى يعني مثلا تقولي مثلا الويد انا مش فاهمه من كذا لكذا. طب انت عندي حاجه اتعملت بالصدر مثلا كويس قدامي كل حاجه قدامي بس ده فيه غلط. ده انت يعني جبتيه منين؟ بلاقي مثلا انت ايه صفحه مثلا جت على الكول فاطمه جت على الكول مستقبل جت على الكول اصلا ممكن اكلم بالطريقه خلاص مش مشكله يعني انا ممكن انا اكون اغير الويت ده من ريفرنس فبيجيني من كذا كذا ممكن انا تكون ريفرنس الثانيه اصل على فكره يا ولاد الثاني اللي ضغطت ريت في النيو بول مثلا انا مثلا بقرا الكتاب بطريقه ترى مثلا ايمان بتقرا بطريقه بتقرا بطريقه مش بسيط بايه حاجات بسيطه مش مثلا اقول لك الجلسه الكاميرا بتتكلم عن النيو بول ايه ده 50 سم مثلا الدكتور قال مثلا زي 33 قلت لي مثلا من 31 مش عارفه كده الدكتوره كلنا انا عارفه بقى ان ايه انت قلتها لي دي قلت لي فانت كلمتك كده تبقى طالعه مصدقه مش بحاسب عليك ماشي. احنا كنا بنقول ايه يا صفحه في عندنا سوبرفيشال في عندنا ايه سوبرفيشال بصوا يا ولاد بيبقى بتفكر ايه بتفكر ايه خلاص
ماشي؟ شايفين دي؟ طبعا لو في ايه تحت ايدي، لو في ناس، لو في تندرنس الطفل بتاعي حاسس بين وكده معايا، يبقى انا عارفه ان انا ايه، هرجع الطفل بتاعي عمل هنا يعني تندرنس حاسس بين وكده، والطفل بتاعي خلاص انا بعمل الحته دي، بعد كده بتاعي ايه؟ مشكله هي دي موضع الايه؟ موضع البروبلم بتاعتي. خلاص؟ بعد كده لما اجي اعمل دي تربيتها ابتدي ان انا اعمل عليها ايه؟ هعمل عليها ستريس، هعمل عليها ايه يا ولاد؟ ستريس. تبقى الطفل الثاني